في قنوات شغالة وبتتعب بس فجأة المشاهدات بتقع، والسبب غلطة واحدة بس ممكن تكون بتعملها دلوقتي. في الفيديو ده هقولك أخطر أخطاء بتقتل أي قناة على اليوتيوب، سواء قناة جديدة أو قناة كبيرة. ولو ركزت في آخر الفيديو هتفهم ليه ناس بتنجح وناس لا. الخطأ الأول اللي هو محتوى بلا هدف. يعني إيه محتوى بلا هدف؟ أكبر غلطة إنك تنزل فيديو وإنت مش عارف هو لمين ولا هيستفاد بإيه. يوتيوب مش بيحب الفيديوهات العشوائية ولا المشاهد كمان. طب إيه الحل؟ هقولك الحل. قبل أي فيديو اسأل نفسك، المشاهد هيتعلم إيه من الفيديو، أو هيستفيد إيه بالفيديو، أو هيستمع إيه بالفيديو. تمام كده انت هتكون حليت المشكلة الأولى. بعد كده هنخش على المشكلة التانية اللي هو هوك ضعيف. الهوك لازم يكون قوي في أول 10 ثواني أو أول 30 ثانية. أول 5 ثواني هم اللي بيقرروا الفيديو هيكمل ولا لأ. لو بدأت كلام عادي المشاهد هيطلع فورا. طب ايه الحل؟ أول حاجة ابدأ بسؤال، مثلا زي ايه مشكلة أو جملة تخوف أو تفضح مثلا غلط. زي كده مثلا هتلاقي المشاهد لوحده بيكمل معاك. بعد كده هندخل على الخطأ الثالث، هيتكلم عن عنوان والصورة مصغرة. بيكونوا ساعات مش صادقين، او عنوان يقول حاجة والفيديو يقول حاجة تانية. دي اسرع طريقة تقتل قناتك، لان اليوتيوب بيراقب الناس بتكمل ولا بتطلع. طب ايه الحل؟ خلي العنوان والصورة وعد حقيقيين والفيديو يفيد بالوعد. يعني ايه مثلا؟ الفيديو مثلا بيتكلم عن مشكلة يوتيوب، تكتب في الايه في العنوان ليه يوتيوب في مشكلات كتير، وتكتب في الصورة المصغرة مشكلة يوتيوب والحل هنا مثلا. فاهم كده؟ المتابع يبدأ يشوف الصورة مصغرة، لا الصورة مصغرة حلوة، يبدأ يضغط. تمام. الخطأ الرابع تقليد أعمى. يعني ايه تقليد أعمى؟ مش كل حاجة نفعت مع غيرك تنفع معاك. التقليد من غير فهم بيضيع أي قناة، عشان تكونوا فاهمين. طب ايه الحل؟ أنا معاك تاخد الفكرة من قناة تانية مثلا. لو أخدنا أي فكرة اعملها بدماغك انت. والخطأ الخامس اللي هو الاستمرار الغلط. يعني ايه استمرار غلط؟ يعني انك انت تنزل فيديوهات كل يوم ولا جودة حلوة ولا فكرة حلوة ولا اي حاجة من التنين دول. طب ليه المشاهد هيكمل؟ ولا على اساس ايه المشاهد هيشترك؟ مثلا نزلت كل يوم، لازم تكون فكرة مثلا ايه تجذب المشاهد، فكرة يستفيد منها المشاهد. تمام. الصورة مصغرة تبقى حلوة، غيرها وكذا. والحل الاستمرار الصح احسن من 100 فيديو. يعني ولا تنزل 100 فيديو مثلا في الشهر ولا في الشهرين والكلام ده وتقول استمرارية ومش استمرارية. والخطأ السادس اللي هو تجاهل التحليل. يعني ايه تجاهل التحليل؟ يعني بتبدأ تجاهل التحليل بتاع الفيديو بتاعك. يوتيوب بيديك ارقام بس ناس كتيرة بتتجاهلها، وده معناه تكرر نفس الغلط. يعني انت لما بتتجاهل التحليل بتاعك بتكرر نفس الغلط هو. طب ايه الحل؟ الحل تراقب مدة المشاهدة بتاعت الفيديو ونسبة الضغط على الفيديو والتعليقات، ودول أهم من المشاهدات نفسها. تمام. والخطأ السابع اللي هو الإحباط السريع. يعني ايه الإحباط السريع؟ يعني من أول 10 فيديوهات تقول لا أنا مش هكمل في القناة دي تاني ولا مش هنزل فيديوهات تاني. أول فيديو ما جابش، تاني فيديو ما جابش، فتقول خلاص يوتيوب وحش. والحقيقة كل القنوات الكبيرة بدأت بفيديوهات صفر. لو حسيت ان قناتك واقفة غالبا السبب مش يوتيوب، السبب غلطة وانت دلوقتي عرفتها. اكتب لي في التعليقات اكتر غلطة حسيت انك بتعملها. ولو حابب الفيديو عن ازاي تصلح قناتك خطوة بخطوة اعمل لايك واشترك في القناة. ومع السلامة، سلام.